لاعب مصري وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا. رساله لكابتن حسام حسن وكل الجهاز الفني. انا عارف والله العظيم ان انتوا بداتوا تركزوا على اللعيبه المصريين او اللعيبه المزدوج الجنسيه بمعنى اصح، وليك في هيثم حسن خير دليل. والله الراجل ده بيلعب باك يمين، وعارف انت هتقول لي ايه دلوقتي للناس اللي ممكن تكون عارفه معلومات عن الراجل ده، بس خليها قدام شويه. كل الاحترام لمحمد هاني، هو عمل بطوله تاريخيه والله، وانا من اول الناس اللي طلعت اشدت بيه، بس عادي يعني يكون ليه بديل يعني، او عادي ان حد يلعب عليه ويكون هو البديل. اعتقد محمد هاني كبر برضه، لان كل يوم مميزات الدنيا هتلاقيها في محمد جلال، لاعب مصري بلجيكي، هو دلوقتي بيمثل منتخب بلجيكا للشباب. الفكره مش في كل ده قد ما الراجل ده بيلعب في كلوب بروج، يعني هي حرفيا منبع مواهب الشباب. الاكبر دليل على كده ان كلوب بروج دول، لو انت شايف فرقتهم اللي هي الفرقه الاولى مش اقوى حاجه في الدنيا، عشان هم متعودين دايما يخرجوا المواهب لانديه كبيره والكلام ده كله حاجه استثماريه، لكن فريق الشباب ده وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، ومحمد جلال كان معاهم بالمناسبه. هم خسروا في النهائي من ريال مدريد، بس دول خسروا في ضربات الجزاء. انت متخيل فريق يوصل لنهائي دوري ابطال اوروبا للشباب ويخسر في ضربات الجزاء؟ انا عارف ان كابتن حسام شايف شغله، وهو اما طلع في برنامج تلفزيوني لسه امبارح تقريبا او اول امبارح قال ان احنا بنبص على لعيبه كتير مزدوج الجنسيه وعينهم عليهم، بس اهو يعني ممكن الفيديو ده يكون مرجع يكون ليه اي فايده حتى لو 1% ان لاعب زي ده ان شاء الله نشوفه مع المنتخب. وعارف الحاجه اللي انت ممكن تقولها لي، ان الراجل ده اختار تمثيل منتخب بلجيكا للشباب عن تمثيل منتخب مصر، لكن دلوقتي بعد ما الولد ده كبر، لان الموضوع ده كان قديم شويه وبقى وصل ل 18 سنه، يعني يقدر عادي جدا يمثل المنتخب الاول، زي ما شفنا حمزه عبد الكريم موجود عادي مع المنتخب الاول. فالراجل ده يقدر يكون موجود مع المنتخب الاول، خصوصا بعد ما وصلت لدور 16 كمان خرجت من البطوله على ايد حامل اللقب، وفي اللحظات الاخيره كنت عامل ماتش عالمي. انا هحاول اعرض لك لقطات للاعب على قد ما اقدر يعني عشان الفيديو بس ما يتشالش. اتمنى مش بس محمد جلال، اتمنى نقدر نبص على لعيبه كتير جدا مزدوج الجنسيه، هتلاقي مصر ولاده وفيها مواهب كتير.